يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مشواره في بطولة الدوري المصري، وذلك بعد الفوز على فاركو بهدف دون مقابل في الجولة الرابعة من المسابقة. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع وادي دجلة في منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري يوم الأحد المقبل 31 أغسطس في 9 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وقطر 10 بتوقيت الإمارات، على استاد السلام. وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وفاز فريق وادي دجلة على ZFC بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري قبل مواجهة نادي الزمالك القادمة. ويتصدر نادي الزمالك ترتيب جدول المسابقة في المركز الأول برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز ال14 برصيد 4 نقاط. وستكون مباراة نادي الزمالك القادمة في بطولة الدوري المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي التي سيستأنف فيها منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم. وسيستأنف نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري بعد فترة التوقف بمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي في منافسات الجولة السادسة يوم السبت 13 سبتمبر. وسيغيب نبيل عماد دونجا عن مباراة نادي الزمالك القادمة أمام وادي دجلة بسبب تراكم الإنذارات. ويسعى نادي الزمالك لمواصلة الانتصارات والفوز في المباراة القادمة وحصد ال3 نقاط لمواصلة تصدر ترتيب جدول المسابقة، وذلك في مشوار الفريق نحو استعادة اللقب.